بونسوار ميزامي كومون تاليفو. دلوقتي معادنا مع الجزء الآخر في الدرس الثاني. أنا اتكلمت عن المادة الدراسية وإزاي بحبها في الجزء الأول. دلوقتي عايزة أحدد نيفو مستوايا في المادة. إزاي هحدد مستوايا في المادة؟ باستخدام بعض الصفات واستخدام فيرب إحنا حافظينه جدا من الترم الأول وهو فيرب إتر. دكار، يلا بينا نشوف. هبدأ أشوف إن أنا عندي في المستوى أدي الفاعل ودي فيرب إتر يكون وبعدين الصفة وبعدين حرف الجر الأون حط المادة. يبقى أنا هنا أول حاجة بقى هنبدأ نركز إن إحنا هنبدأ ناخد حروف جر مع المواد الدراسية. تمام، حروف الجر دي جات لي إزاي؟ من تحديد مستوايا. طب أنا حددت مستوايا إزاي؟ باستخدام فيرب إتر اللي هو يكون، وهنركز في دي كويس لأن ممكن يجيب لي سؤال آخد أداة ولا آخد حرف جر، فنبقى فاهمة الحتة دي كويس. طبعا حافظين فيرب إتر جو سوي tu es il est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. فأنا هقول هنا جو سوي وأبدأ أكتب بعض الصفات. فور قوي، فابل ضعيف، مويان متوسط، باسابل مقبول، اكسلون ممتاز. دكار كل الليلة دي يا جماعة ممكن أقول أون وأحط المادة بدون أدوات ولا أي حاجة خالص. نبدأ ناخد بقى جملة مكتوبة كده كاملة على بعضها. لو قلت جو سوي أنا أكون فور قوي مات، يبقى أنا قوي في الرياضيات، يبقى هنا أمت. تمام، نبدأ ناخد إكزامبل اختياري. لو قلت هنا ألي A 5 sur 10 جاب 10 5 على 10. إلي هو بيكون كمستوى يا جماعة. نبدأ نشوف هنا باسابل ولا فور ولا اكسلون. هل هو مقبول؟ ما هو المقبول يا دوبك نجح جاب النص، ولا فوق قوي يعني راجل حلو كده ودرجاته جميلة، ولا اكسلون ممتاز؟ لا طبعا ده 5 من 10 يعني يا دوب نجح بالحركرك يعني. يبقى عندي هنا باسابل، يبقى علي 5 على 10 يبقى هو بيكون باسابل يعني مقبول. دكار لو قلت هنا ندى ايه بتكون مويان مات. خدت الأ خدت الأن خدت اللي خدت الأو، بما إني خدت أدوات وحروف جر. تكون قوية أو متوسطة في الرياضيات، يبقى أنا قلت الأول المستوى وبعدين هجيب المادة اللي هي متوسطة فيها. حرف الجر ياخد أون على طول أهو يا جماعة. ندى إيه مويان أون متوسطة فيه، اللي يخلينا نحل دايما الفيرب. دكار، شوف سؤال كده بطريقة تانية. أول جملة عندي بتقول نو لا فيزيك، إحنا لا فيزيك الفيزياء. إحنا إيه؟ الفيزياء. نحن نكون الفيزياء ولا نحن نحب الفيزياء ولا نحن نذهب الفيزياء؟ هنا هركز كويس على المعنى المفعول. نحن نحب وجود حكمني إن أنا أقول نحب. أدي واحدة. tu faible أنت ضعيف في الفيزيك. أنت تكون ولا أنت تحب ولا أنت تذهب؟ لا أنت تكون ضعيف en physique. tu es faible، يبقى هنا إيه؟ دكار. nous préférons نحن نفضل SVT. ركزنا بقى وقلنا إن المادة دي المادة جمع مش مفرد. أولا المادة دي مؤنث بس جمع يبقى هشتغل دي، لا حرف الجر ده لا، يعني عندي الأون يلي نحن نفضل يبقى nous préférons l'SVT. دكار. لو عايز أسأل حد عن مستواه في المادة هقول له إيه؟ لو قلت جو سوي أنا أكون فور قوي أمات في الرياضيات، يبقى السؤال بتاعي كومون على طول لأن دي صفة. هشطب الصفة وأقول كومون كيف. تيجي أنت تكون أمات. هذا السؤال الأولاني. السؤال الثاني تنقل في أي ماتيير في أي مادة. تيجي أنت تكون وحط الصفة. تمام. السؤال اللي بعده ممكن أستخدم كلمة نيفو. كالي
ton niveau ما هو مستواك. واحط المادة بتاعتي أمك مثلا، ما هو مستواك في الرياضيات. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أسأل عن مستوى ممكن أستخدم كومون كالماتيغ بس معاها الأون وكالي ton niveau. داكور. عندي بعد كده كلمة أنكور يعني حصة وجمعها ديكور حصص. طيب الكلمة دي طبيعتها يا جماعة تركيبتها فيها اس، فلما اجمعها بتفضل زي ما هي، لان الاس مش هحط لها اس كمان، ما هي كده كده مش هتنطق في الاخر فتظل كما هي. انكور ديكور تمشي مفرد تمشي جمع. اذا كان السؤال عندي في الامتحان محتاره هي مفرد ولا جمع، هنشوف بعد كده الاسئله ازاي. المهم انا عايزه اعبر انا عندي حصه رياضه، حتى بالعربي بنقول عندي حصه. طب عندي ده فيرب مين؟ فيرب افوار، لديه. نستخدم فيرب افوار جي، tu as، il a، elle a، on a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. ادي فيرب افوار وتصريفه مع الضمائر. هناخد قال لي افوار وبعدين احط كلمة كور وبعدين اخد دو او دو ابوستروف واحط المادة على بعضها كده. افوار كور دو، عنده حصة من. او ممكن اشيل كلمة كور دي واريح دماغي واقول افوار والمادة خبط لزق كده. نشوف اكزامبل عشان افهم الدنيا. لو قلت جي انا عندي كور دي مات. طب يا مس كلمة كور هنا بمعنى حصة ولا حصص؟ ممكن حصة ممكن حصص. عندي حصة رياضة او عندي حصص من الرياضة، مش هتفرق. او ممكن اقول جي مات انا عندي رياضيات على طول خبط لازم من غير اي حاجة خالص. هنشوف الاكزامبل الاختياري. لو قلت هنا علي un cours de maths فقلت ايه ولا ولا ام ولا فا؟ الجملة اللي بعدها علي cours de maths قلت ايه ولا ولا ام ولا فا؟ نبدأ نشوف الجملة الأولى. ألي أنكور دي مات. الأن دي يعني إيه يا جماعة؟ أداة نكرة يا مس. يعني إيه برضو؟ يعني كلمة من غير ألف ولام يا مس. ده إحنا حافظين، بس لازم نفهم أداة النكرة أوقات بتبقى نكرة مع الكلمات وفي نفس الوقت بتدل على عدد الكلمة دي. أما أقول أن فخير يعني أخ واحد، إن سار يبقى أخت واحدة، أن ستيلو يبقى قلم واحد، يبقى هو في نفس الوقت خلى كلمة من غير ألف ولام ونفس الوقت عدها. علي أنكور دي مات. علي عنده حصة رياضة ولا يكون حصة رياضة ولا يحب حصة رياضة ولا يذهب حصة رياضة. هنا كلمة حصة نكرة مفيهاش ألف ولام، يبقى علي علي عنده أنكور دي مات حصة رياضة، يبقى هنا رقم. علي كور دي مات من غير أي حاجة خالص. علي حصة رياضة. هنا بقى عنده برضو علي كور دي مات أهو. اللي بعدها علي لو كور دي مات. احنا هنا قدام الكلمة حطينا علي حصة الرياضة. حصة الرياضة الحصة بتاعة الرياضة، الحصة بتاعة الرياضة. علي بيحب الحصة بتاعة الرياضة. أداة التعريف يا جماعة ما جاتش مع إتر ولا أفوار، بتيجي مع إني. علي علي بيحب لو كور دي مات، يبقى الأداة غيرت لي الإجابة خالص. علي اون كور دي مات. هنا في إيه بقى؟ في حرف جر بمعنى فيه. علي في حصة الرياضة عنده ولا يحب ولا يذهب ولا يكون؟ يكون في حصة الرياضة وحاليا قاعد جوه الحصة، يبقى الأون هنا بتدل على المكان اللي بياخد فيه الحصة. تمام؟ يعني الحصة كأنها إيه؟ كلمة كور دي حصة بمعنى زمن ومكان أنا قاعدة باخد فيه. يبقى في زمن ماشي اللي هو مثلا ساعة، ساعة ونص، ساعة إلا ربع، يبقى ده الزمن الفترة الزمنية اللي أنا قاعدة في مكان وأتلقى العلم. فإحنا بنشير لهذا الحدث إن ده فصل، وفي الفصل دلوقتي بتتشرح حصة رياضة، يبقى المكان محتواه اللي فيه اللي بيتقال فيه رياضة. فعشان كده أنا بقول حرف الجر، لازم نفهم الحتة دي. علي ايه اون كور دي مات، يبقى علي ايه اون كور دي مات، يبقى يكون في حصة رياضة. علي دو كور دي مات. ده رقم يا جماعة. علي عنده حصتين رياضة النهاردة.
يبقى هاخد فيرب مين؟ افوار. تمام اهو. طيب لو انا عايزه اربط جدول، يعني جدول مواعيد بقى ازاي؟ عايزه اجيب اليوم واحط فيه الحصه. لو قلت هنا جي مات، انا عندي رياضيات للسامدي السبت. لو حبيت اسال سؤال هنا، ده جدول مواعيد وهنعرف بعد كده لما هناخد الساعه بالتفصيل. ممكن اسال سؤال عن اليوم، اقول كل جور، اي يوم؟ يا مات. صح. أي يوم عندك رياضة؟ صح 100%. وممكن إيه المادة اللي عندك يوم السبت؟ أشيل مات رياضيات، أقول كلمة يار، أي مادة يا لسامدي. إيه المادة اللي عندك يوم السبت؟ دكار. يبقى أنا دلوقتي فهمت إزاي أعبر عن رغبتي، إزاي أعبر عن حبي، إزاي أعبر عن المادة اللي عندي باستخدام الدو اللي مش بتتغير. دكار. هنقرأ مع بعض دلوقتي المواد الدراسية ونشوف هي إيه بالظبط. تمام يلا بينا. عندي الجدول ده في المواد بتاعتي أهو، نظبط الكاميرا عليه. يلا بينا. عندك هنا لي ماتيير سكولار، المواد الدراسية. لو فرنسي مذكر لغة، العرب كل اللغات مذكر يا جماعة، يعني خلاص خدوها بقى قاعدة، بس بدأ بالفرنسي عشان بدأ بساكن يعرفني اللي تحته كله كده. لو فرنسي، العرب، الإيطاليان، الألمان، الإنجليزي، يبقى كل اللغات ام يعني ماسكولان مذكر. لي مات اف مؤنث، عشان لو حابب يجيب لي صفة للرياضيات اقول لك لي فرنسي. لي مات سون، الرياضة تكون مثلا جينيال رائعة، صفة جمع مؤنث. لا بيولوجي، لسفيتي او لاسفيتي، الاستوار التاريخ. طب ليه بيحط اف دي؟ ليه المادة الجمع زي دي مختصرة ودي بدأ متحرك. لا جيوغرافي، عندي هنا الاسبانيول لغة مذكر، لو شينوا مذكر. لي سيونس العلوم مؤنث لأنها تشمل فيزياء كيمياء أحياء. لا فيزيك، لا شيمي، لا فيلوزوفي الفلسفة، لا تكنولوجي. اي بي اس مؤنث، وهنعرف الاختصار لإدوكاسيون سيفيك التربية الوطنية أو الاجتماعية عادي. لزار بلاستيك الفنون التشكيلية ام مذكر. نبص كده، ودي نشاط مش مادة، النشاط بعد كده هو دخله كمادة لا تضاف للمجموع. ابريفاسيون الي سيجل، يعني الاختصارات. مهم جدا اعرف الاختصارات دي يا جماعه. مات اختصار ماتيماتيك، ممكن تجيني كده او كده. بيولوجي، استوار، اي بي اس ادوكاسيون فيزيك، سبورتيف، اسفيتي سيونس دو لا في دو لا تير، ممكن تجي مفرد ممكن تيجي جمع. لو سيونس فيهاش اس تبقى مفرده مؤنث، لو جمع تبقى خلاص. جيوغرافي، فيلوزوفي، تكنولوجي. تمام. يبقى دي الاختصارات بتاعتنا بتاعت المواد الدراسية. تمام. رجعنا خدنا هنا لسامدي، ديمونش، لاندي، ماردي، ميركوريدي، جودي، فوندردي. وقال لي اون ايجيبت لا سومان كومونس السامدي الفوندردي سي ويكند. اون فرانس لا سومان كومونس لاندي السامدي الديمونش سي الويكند. خدنا لي جودي بتساوي تو، لي جودي بتساوي شك. خدنا افوار والمادة جيمات لي جودي. هناخد الساعة بعد كده. افوار كور دو، جو كور دو شيمي لو ماردي التلات. خدنا ان المواد الدراسية لو استخدمت ايمي ادوري بريفيري، جيم لو فرنسي، جادور لا شيمي، جو بريفير لي مات. اما احب اتكلم عن المادة الدراسية ام وان ام. شو نيم با لونجلي، مش بحب الانجلي. جو ديتيست لي مات، يبقى يقرا زي لا يحب. شو ني بريفير با لاسفيتي. لما اتكلم عن نيفو مستوايا بستخدم اتر، جو سويز اكسيلون en maths je suis moyen, en physique بستخدم حروف الجر دي. تمام. هنشوف بعد كده تمارين على الحاجات ديت. لو بصينا هنا، طبعا الكتاب اللي معايا ده كتاب السنة اللي فاتت، السنة دي مش هتلاقوا فيه التمارين كلها ولكن التمارين حلوة. avant le vendredi، avant قبل الجمعة بيبقى le jeudi. en France les élèves ne vont pas، عطيني نفي، لا يذهبوا إلى المدرسة samedi dimanche. La semaine se termine، الأسبوع بينتهي en Égypte le vendredi. après بعد lundi يبقى mardi. en France la semaine commence lundi، en Égypte la semaine commence samedi. عطيني هنا سارة انديسين بتحب الرسم، هي بتحب كتير أما اسمها المواد الدراسية. هل بتحب التاريخ، الجغرافيا، الفرنساوي، الموسيقى، البيولوجي، لزار بلاستيك، الفنون التشكيلية، لمات. يبقى ديسين رسم، يبقى لزار بلاستيك.
جولان ne joue pas du piano مش بيعزف على البيانو يبقى بيكره لا ميوزيك. بيير ام اتر دكتور بيحب يكون دكتور نفسه يكون دكتور يبقى بيحب البيولوجي الأحياء. ماري ام لي شيفر شيفر يعني الأرقام أقول لك الحاجة دي متشفرة يبقى بتفضل لي ماتس. ألان أدور لي لونج بيحب اللغات يبقى بيحب الفرنسي. ماكليد ان كارت عندها خريطة دي بتدرس l'histoire les géographie استجيو تمام. عطيني قلوب يحب يعشق قلبين يكره قلبي وعليه شرطة كده. طبعا انا كل قصة هنا انه عايزني اكتب جملة اللي عندي جي كور دي شيمي جيم لا شيمي اقول يوم الاثنين عندي حصة كذا بكره كذا. المغربي التلات كل المواد اهو التلات عنده هقول جي كور دي جيوغرافي راحت فين مغربي التلات فين التلات اهو. جي كور دي ميوزيك عند حصة موسيقى جو نوم با لو ميوزيك. mercredi الأربع جي كور دي جيوغرافي جيم لا جيوغرافي. جودي الخميس جي كور دي مات رياضيات جو نيم با لا أحب. لو فوندردي جي كور دستوار تاريخ. جادور أعشق اسمه ايه ده المادة دي الاستوار التاريخ. طبعا برج ايفل يبقى بيتكلم عن تاريخ فرنسا أرقام جغرافيا موسيقى الكيمياء دكر. عندي هنا الاختصارات أجيبها لي. اي بي اس يعني ايه رياضيات التربية البدنية مات رياضيات فيلوزوفي تكنولوجي سفيتي بيولوجي. طبعا بيولوجي سفيتي سيونس دو لا في دو لا تير. تكنولوجي فيلوزوفي مات ماتيماتيك. اي بي اس education physique et sportive d'accord. كده احنا اخدنا بشكل سريع كل حاجة مرتبة منظمة مهندمة. لو ذاكرتها كويس هحل كويس جدا جدا جدا. اشوفكم على خير بإذن الله في فيديو آخر وتكملة هذا الدرس. au revoir.